عدد اللايكس على الريلز. الموضوع ده ما بقاش مهم لدرجه ان في ناس بقت بتعمل له هايد اصلا من على كل الريلز بتاعها. انت دايما لما تيجي تخش اي اكونت مش اهم حاجه ان انت تعرف الشخص ده جاله كام لايك، لان اغلب الناس بما فيهم احنا احيانا كتير قوي بنقعد نسكرول ويعجبنا فيديوز ونخش نعمل فولو للناس، وممكن نعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه وننسى نعمل لايك اصلا، عشان احنا عمالين نسكرول في كميه فيديوز وكميه حاجات احنا مش لاحقين نعمل لها لايك. مش كونسبت بالنسبه للشخص بقى داخل لايك 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 لايك، الكلام ده كان زمان دلوقتي مش موجود. فدايما اللي بيفرق دلوقتي ايه؟ الفيوز. فلما تلاقي حد عنده عدد لايكس قليل بس الفيوز بتاعته عاليه، هو ده اللي يهمك، ما يهمكش عدد اللايكس في حاجه، لان اغلب الناس بتستسهل اصلا وبقت بتعمل هايد. طيب دلوقتي هل الصح ان انا اعمل هايد ولا الصح ان انا ما اعملش هايد؟ مش فارقه، براحتك. بس القياس للاسف في ناس لما بتخش تلاقي عندك عدد لايكس قليل هتلاقيها زي ما بتعمل معايا كده، مثلا تيجي تقول لي انت اصلا ما عندكيش غير 200 لايك، مع ان انا عندي ريلز واصله 2003 لايك، بس هو بقى لا، الريل ده ما وصلش. ففي ناس اصلا سايكولوجيكالي بتفرق معاهم حته ان اللايكس عندك تبقى كتير، وفي ناس تانية ما بيفرقش معاهم. بس انا بالنسبه لي انا ما بيفرقش معايا، انا احب اتفرج على اللايكس واتفرج على الحاجه واسيب الاكونت زي ما هو. بس مستنيين التبس الجاي.